ازاي بقضي يومي كطالب طب بيتدرب في امريكا؟ حياة الدكتور في امريكا مختلفة جدا عن عندنا. اول حاجة كنت بصحى بدري حوالي الساعة 4:30 الفجر عشان يا دوب الحق اخد شاور والبس، لان حضوري في المستشفى كان بيبدأ من الساعة 6 الصبح. يومي في الأغلب كان بيختلف على حسب الروتيشن اللي أنا كنت فيه. كمثال في بوسطن كان معظم يومي مع دكتور ستيفن ما بين المكتب والمعمل بتاعه. بصراحة المعمل بتاعه كان حاجة مختلفة جدا عن كل اللي نعرفه، يكفي إن هم هناك مسميين اللاب بتاعهم السبيس شيب. أنا عايزك بقى تتخيل معايا، كان في هارد سبيسيمنز كتير جدا ونادرة جدا. وقتها عرفت إن الكونجينيتال أنوماليز أعقد بكتير جدا من الكام حالة اللي إحنا بندرسهم في الكلية، واللي أكيد أعقد من كده بكتير هي الجراحات اللي بتحاول تصحح الأنوماليز دي وتوفر حياة معقولة للأطفال دول. كنت بشوف الريزيدنت في معمل الباثولوجي ازاي بيتعاملوا مع الشرايح والانسجه، وازاي دورهم مهم في تشخيص امراض كتير جدا. هناك شفت اندر واغرب الحالات اللي بيكون علاجها محتاج كير وفاسيلتيز عاليه جدا. بعد ما كنت بخلص يومي الطويل في المستشفى، لو كان عندي حاجه عايز اذاكرها كنت بذاكر في المكتبه بتاعه هارفارد، ده لو لسه قادر يعني بعد اليوم ده كله. وفي الاخر كنت بعدي اجيب اكل واتمشى لمحطه الباص عشان ارجع السكن. لما برجع السكن بقعد نصايه كده ارتب التاسكات المطلوبه مني واحضرها، احط بلان لليوم بتاع بكره على حسب اليوم فيه ايه. ومع نهايه اليوم بوصل لاسعد لحظه في اليوم كله، وهي ان انا ادخل انام 5 أو 6 ساعات عشان يدوب اصحى وابدا اعيد اليوم تاني. في الوقت ده انا كنت مستمتع بتجربتي جدا، خصوصا ان بوسطن تشيلدرن جزء من جامعه هارفارد كانت واحده من اجمل الاكسبيرينسز اللي عشتها في حياتي. ولو عايز تعرف اكتر عن قصتي مع المعادله تقدر تشوف القصه من البدايه في البلاي ليست دي على القناه.